تصريحات مساعد مدرب منتخبنا الوطني جراهام أرنولد بالمؤتمر الصحفي اليوم قبل انطلاق مباراتنا أمام المنتخب السوداني يوم قد الساعة بيش الساعة 7 بالليل تنطلق المباراة. شوفوا التصريحات وطنوا رأيكم بالتعليقات. كمل المقطع أنا وياكم راح نشوف التصريحات. قبل لا أبلش لكم التصريحات إخواني كتبوا لنا رأيكم بالتعليقات من تسمعون التصريحات. نحن سعداء على النتيجة التي حققناها أمام البحرين وكذلك الأداء. ستكون هناك مباراة صعبة قادمة أمام السودان، ليس بالخصم السهل. نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية وكل منتخب يريد أن يبحث عن ذلك. على كل حال نركز على كل مباراة على حدة. السودان فريق قوي وأيضا تحدي جيد وكبير، حققوا تعادل جيد أمام الجزائر. ستكون مباراة بدنية وفيها كثير من الاحتكاكات وليس هناك أيضا مساحات، وعلينا أن أيضا نأخذ الحذر من المساحات التي تركناها في مباراة البحرين في الخلف. علينا أيضا أن نكون متأكدين أن نكون حاضرين خاصة في الكرات المرفوعة. يجب أن نكون أكثر تنظيما في الدفاع وفي عملية حد من الرفعات، ومع الكرة يجب أن نكون إيجابيين ويكون أيضا لدينا استحواذ مثل ما عملنا مباراة البحرين، ونبحث أيضا أن نكرر ذلك